السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي ليكم، يا رب تكونوا بخير. موضوع مباراة نادي الزمالك وبيراميدز. بيراميدز ونادي الزمالك أو الزمالك وبيراميدز، قصة كانت قبل المباراة بخصوص إن بيراميدز لعب مع النادي الأهلي، وأحداث النادي الأهلي والمباراة بتاعته أمام بيراميدز كانت طبعا أنتوا عارفين إنها يعني صعبة جدا بخصوص اللي حصل في الماتش، والشيبي مع حسين الشحات وحاجات كتير واحداث كبيره جدا. لكن ما كناش نحب نوصل ان الموقف يكبر للطريقه دي يعني، ولكن هي دي الكوره. صحيح دي اول مره تحصل في كره القدم في مصر ان يبقى الاحداث بالطريقه دي، ولكن ده الموقف اللي احنا قدامه دلوقتي. كلام كتير بقى عن موضوع ان اتحاد الكوره فوت لنادي بيراميدز عقوبات كبيره جدا عشان ما يتعاقبش امام نادي الزمالك، وعشان ما يحضرش الماتش وهو ناقص لعيبه، او هو لعيبته زي مثلا مروان حمدي وزي الشيبي، ويعني حاجات كتيره جدا. لان لجنه العقوبات او لجنه اتحاد الكوره ما عملتش اي عقوبات على بيراميدز غير كلام غريب وكلام يعني انت متصور اللي حصل ده كله، ويحصل ان اللجنه او الاتحاد الكوره يطلع عقوبات زي ايقاف 3 ماتشات بس للشيبي، ايقاف 3 ماتشات وغرامه 50,000 جنيه. طبعا الكلام ده بالنسبه لنادي بيراميدز او لعيب في نادي بيراميدز يعني كلام فارغ جدا، لان انت بتتكلم في ملايين يعني. عاوزين بس في البدايه يا ريت تدعمونا. احنا اول فيديو ان شاء الله كده نكمل معاكم، ويا ريت تدعمونا في الفتره اللي جايه. هنتكلم في احداث ساخنه جدا واحداث مهمه في الكوره وفي الرياضه بشكل عام، ولكن عايزين الدعم وعايزين نستمر، فنتمنى منكم الدعم دايما. وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد الفتره اللي جايه. نادي بيراميدز قدم كمان طعن او قدم شكاوى لاتحاد الكوره، شكاوى مش شكوى، عشان يحاول ان هو ايه زي ما بيقولوا كده ابدا انا الضرب بالبدايه يعني. قدم شكوى ضد مجلس اداره النادي الاهلي، قدم شكوى ضد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، قدم شكوى ضد لعيبه زي خالد عبد الفتاح ان هو ما خرجش من الملعب مباشره بعد طرده. ده قصاد ان هو الشكوى برضو كانت بتاعه الاهلي ان لاعب بيراميدز الشيبي اتعاقب مباراتين عشان الطرد ومباراه عشان ما خرجش من الملعب بعد الطرد. يعني مباراتين عشان الطرد ومباراه عشان ما خرجش بعد الطرد على طول من الملعب، وفضل في الملعب واحتج وتهجم على الشحات، وكان عايز يروح يضربه او يروح، محدش عارف هو كان عايز يروح له ليه. حاجه غريبه ان انت لعيب يبقى اتطرد من الحكم ويروح للاعب اللي هو عمل معاه الفاول وعايز يتهجم عليه او عايز يروح له عشان يكلمه او طب انت رايح له ليه؟ او انت عايز منه ايه يعني؟ انا مش فاهمها لحد دلوقتي بصراحه. انت عايز تروح له عشان تتكلم معاه مثلا؟ ممنوع. انت اتطردت، خد بعضك واخرج من الملعب وشكرا، او كلامك يبقى مع الحكم. لكن عشان تروح تحتج على اللاعب نفسه، طب هو ماله كده؟ انت بتعمل اثاره غريبه جدا. ولكن اتحاد الكره شاف ان هي دي العقوبه اللي نزلت على نادي بيراميدز او الشيبي في الاحداث اللي حصلت. طبعا تشوفها عقوبات صغيره، عقوبات كبيره، عقوبات تستحق، عقوبات ما تستحقش، يعني انت حر بقى يعني. شوف اللي انت ايه عايزه واحكم بنفسك. وما تنسوش سيبوا لي تعليقاتكم عشان اعرف رايكم ايه في الموضوع، يعني هل انت مع او ضد العقوبات او اللي حصل ده؟ هل انت شايفه منصف او في عدل ولا لا؟ رايكم ايه في الموضوع بشكل عام يعني. كمان موضوع نادي بيراميدز والزمالك ده بالنسبه للي حصل في ماتش الاهلي وبيراميدز. تعالى بقى الموضوع مباراه الزمالك وبيراميدز. كل الاحداث بتقول ان بيراميدز المفروض انه يكسب الزمالك 3-4 مرتاح، لان بيراميدز مستواه افضل بكتير من الزمالك. بيراميدز هو اول دوري وبعد تاني دوري بعد ما الاهلي كسب المطوشه المتاجله ليه، ولسه دي ماتشين فرق عن نادي بيراميدز، فاكيد بيراميدز فارق عن نادي الزمالك في المستوى. الزمالك في الفتره الاخيره مستواه مش هو نادي الزمالك اللي احنا نعرفه.
فلما نادي الزمالك يبقى مش هو المستوى بتاعه كده، والاحداث بتقول اللي حصلت دي كلها، اعتقد ان المفروض ان بيراميدز يكسب الزمالك 3-4 مرتاح. كلام بقى هتقول لي ان الزمالك بيفوت الماتش لبيراميدز، او الزمالك هيفوت الماتش لبيراميدز، او هيطلعوا حبايب ولاد عم اللي هو بقى ايكوال كده، ده يساوي ده، ويعني حبايب كده زي ما بيقولوا 50-50 50-50. انا شايف ان في الكوره مفيش كده، يعني مفيش كده، لان ما اظنش ان في فريق مش عايز يكسب. كل الفرق عايزه تكسب، حتى لو هم يعني الزمالك بيدافع عن شكله العام امام جمهوره، لان هو خلاص الزمالك يعني مفيش دوري، انتهى الدوري بالنسبه للزمالك طبعا، وهو عارف كده كويس وجماهيره، لكن بيحسن مركزه، عايز يبقى رابع، عايز يبقى ثالث، يعمل اي شيء عشان خاطر شكله العام في ترتيب الدوري يبقى على الاقل حفظ ماء الوجه. يعني شيء غريب بصراحه ان الاحداث تبقى بالطريقه دي، ولكن الزمالك مستواه ما يأهلوش ان هو يكسب الماتش او يعدي بيراميدز بسهوله. الحكايات اللي حاصله كمان في الصفقات بتاعه نادي الزمالك والنادي الاهلي، ارجع لكم بس بموضوع اللي حصل في ماتش الاهلي وبيراميدز، اثر على يعني الاحداث اللي هتحصل او حصلت في ماتش الزمالك وبيراميدز، لان اللعيبه اذا كان مثلا في لعيب تم ايقافه، مروان حمدي غلط وشتم جمهور النادي الاهلي علنا ومحدش يقدر يعني ينكرها، يعني خلاص الموضوع بقى معروف بشكل غير عادي، يعني شتم جمهور الاهلي بشتيمه بذيئه جدا. صحيح هو طلع بعدها واعتذر للجمهور، ولكن لم ينتبه اي احد لاعتذاره. يعني انت نزلت بوست وقلت ان انا في صفحتك كده ان انا بعتذر للجمهور وبعتذر لامي ولابويا وبعتذر للناس عن اللي حصل، ولكن الاستفزاز وانا مش عارف كذا. بصوا يا جماعه، انا من رايي ان الغضب من صفات الشخص غير المسلم يعني او المؤمن، لان الغضب انت ممكن تغضب بس مش معنى انك غضبان تخرج بحاجات والفاظ يعني صعبه 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 جدا. يعني صحيح كل الناس ممكن تغضب، والا بقى كانت الدنيا بقت مذبحه لو كل الناس بنفس المبدأ ده، ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، والناس كلها عارفه كده كويس انه الغضب بيخرجك عن الدين اساسا. يعني اغضب بس غضبك يبقى بسيط، ما تبقاش فاجر في غضبك، ما تبقاش بتغلط بغلط مبرح، ما تبقاش جراح في كلامك او شتام او الفاظك تتعدى الحدود المنطقيه. مفيش حاجه في الدنيا اسمها حد استفزني فتلاقي نفسك عمال ما كلنا بنتعرض لمواقف مستفزه، كلنا بنتعرض للناس بتستفزنا يعني عادي، ده وارد في الحياه عموما. لكن عشان يبقى مبرر ان انا افضل كل يوم اقول انا اصل استفزوني، اصل ده استفزني، اصل ده ضايقني، اصلا ده مبدا الضعيف. ده دايما كده انا بقولها بصراحه، ان ده مبدا الضعيف اللي هو كل يوم اصل بيستفزني. هو انا شايف قله دين وقله صبر، او على الاقل ولا دين ولا صبر يا سيدي، مش هنتكلم في الموضوع ده، على الاقل انت شخص من جواك ضعيف شخصيا. اي حد يقول لك اي كلمه تغلط وتشتم. فموضوع ان هو غلط في جمهور النادي الاهلي دي كبيره جدا، لان ما حصلتش، وخصوصا ان الموضوع المراقبين شافوها وسمعوها والناس كلها شافتها وسمعتها. ولكن اتحاد الكره قال لك ان الموضوع حصل خارج كاميرات المباراه، لان كان امام غرف خلع الملابس. يعني فالكاميرات او اتحاد الكره ما بياخدش غير بشريط المباراه، يعني عشان تتعاقب لازم اللي حصل ده يكون في شريط فيديو المباراه نفسه، ايا كان بقى على الخط، جوه الملعب، على الدكه، مش ايا كان، المهم في شريط المباراه. لكن اللي حصل ده ما ظهرش في شريط المباراه لانه خارج الملعب تماما وامام غرف خلع الملابس، فبالتالي قال لك مفيش عقوبه وما نعرفش حاجه. هتقول لي ازاي؟ طب كهربا ما هو كان وقف مع الجمهور، وكهربا يعني حطوا صح اللي هي بقى الجون الهدف الصح والكلام اللي احنا سمعناه. هقول لك ان ده كان جوه الملعب بيحتفل مع الجمهور، بس هتلاقي فرق في الالفاظ، ان ده ما قالش حاجه ما شتمش، وده شتم شتيمه صريحه وموجهه. ولكن للاسف القوانين واللوائح ليها ثغرات زي ما احنا عارفين، مش كل شيء بتقدر تاخد حقك بيه. ولكن هنشوف الايام اللي جايه فيها ايه، او العقوبات اللي هتحصل دي هترسى على ايه، لان اعتقد الاهلي هيصعد الموقف اكتر من كده.
هل هيفضل الاهلي يصعد الموقف لحد ما يشوف حقه اكبر من كده؟ هيبان في الفتره اللي جايه. تابعونا بقى عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه فيها اخبار وتفاصيل مهمه. لكن ما تنساش تشترك ولايك وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.